ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الفرق بين الزوجة الأجنبية والمصرية. طبعا الاتنين كويسين، وأنا مش بعيب في المصرية، أنا مصرية وكل الناس مصريات عادي، مش بعيب فيهم. أنا مصرية وفي زيي وأحسن مني وأقل مني، في كل حاجة، كل حاجة موجودة. الفيديو ده مش بعيب في المصرية، ولكن بقول الفروق الأكتر ايه. دي موجودة ودي موجودة، والحلو كويس موجود والوحش موجود في الاتنين. كل الشعوب فيها الستات الحلوة والستات الوحشة، دي عادي، حاجة عادية. ولكن السائد أو الأكتر إن الست المصرية بتجيب النكد شوية، بتحب المشاكل، بتحب النكد. ما بتهتمش بالبيت، بنظافة البيت. خصوصا بيبقى عندها أولاد بيبقوا واخدين دوشتها، لا دي لا دي. ما بتوازنش الأمور، في بيوازنوا وكل حاجة، بس دي قلة في المرأة المصرية قلة. ليه؟ لأن الأجانب بطبيعة الست الأجنبية بتشتغل وبتهتم بالبيت وبتهتم بنظافة البيت وبتحب الجو الرومانسي والجو الهادي، وياكلوا على الشموع، وبيحبوا النظافة، وبيحبوا بيوتهم بتبقى زي الفنادق من النظافة، وبيشتغلوا. طبيعة الست الأجنبية بتشتغل زيها زي الراجل، وبتنظم بيتها. لكن طبيعة الست المصرية دايما بتبقى ست بيت أكتر، اللي بيشتغلوا قلة، واللي بتشتغل تلاقيها ايه، مشغولة. تقولك ايه، انا العيال والشغل، ولو ما عندهاش عيال انا باجي من الشغل مهدودة. وفي بينظموا، بتعمل جدول لحياتها، ازاي تهتم ببيتها وازاي تهتم بولادها وازاي تهتم بشغلها وتشتغل وتكون ست ناجحة برضو. كله بتنظم. دي مش كتير عشان نبقى واضحين. الشائع في المصرية الإهمال والنكد. جوزها يجي من بره، انت كنت فين، انت مع مين، وهو بيبقى مش مع حد. انت اول ما يجي بقى من الشغل بيبقى تعبان وهلكان والدنيا نار، وقاعد 8 ساعات واكتر في الشغل، وتستلمه هات وهات وعاوزه انت كنت فين، ده انا حصل وحصل، وكلها مشاكل. فاكيد هتبقى الحياه نكد في نكد. فده فيديو توعوي، او فيديو بيميز الليدي الاجنبيه في الهدوء، الليدي الأجنبية في النجاح. الست الأجنبية بتشتغل في مناصب زيها زي الراجل، ولكن الأجنبية بتنظم بيتها. تخش بيتها تلاقي بيتها نظيف، ريحته حلوة، هادي، كل حاجة متروقة. لو عندها أولاد متربيين كويس، هاديين، عارفين يعملوا ايه، حافظين يعملوا واجباتهم ازاي. هي بتقوم بدورها وبتروح شغلها وبتيجي. فالشعب الأجنبي والأمريكان والأجانب عموما والنمسا والبلاد الأجانب كلها، هتلاقيها الست مختلفة وبتشتغل، وتلاقيها ناجحة في كل حاجة، ناجحة. أنا مش بقولك انجحي في حاجة واحدة، طب ما تنجحي في شغلك وفي بيتك. نظمي وقتك ونظمي مجهودك وقسمي وقتك، هتلاقي كله ماشي عادي. في ستات كتير بتشتغل مصريات وناجحة ومنظمة بيتها وناجحة في شغلها وفي بيتها. هو لا إما تنجحي في بيتك لا إما تنجحي في شغلك، ما ينفعش تبقي ناجحة في الاتنين وتوزني الأمور في الاتنين. أكيد ينفع. فالفيديو ده مش بهاجم الست المصرية، ولكن بقولها انت بطلة وكويسة، ولو بتشتغلي اشتغلي ونظمي وقتك، انجحي هنا وهنا. ولو مش بتشتغلي ما تقوليش انا ست بيت وهدفي في الحياة وطموحي في الحياة ان افضل قاعدة في البيت بس، اكنس وامسح واطبخ. لا، الست ما اتخلقتش كده بس. ما اصل الكنس والمسح والطبيخ ممكن تجيبي واحدة بأجرة وتعمل لك كل الحاجات دي. ممكن تاكل من المطاعم، الاكل متوفر سهل قوي ومش متعب. وممكن تجيبي واحده تنظف لك بالاسبوع، وانت كل ساعه. هي الست مثلا سوري يعني، هي كل دقيقه هتفضل ماشيه بالمساحات وبتنظف؟ هي الشقه بتتنظف 100 مره في اليوم. انت لو كل اسبوع قمتي نظفتيها في يوم اجازتك، او جبتي واحده تساعدك، الشقه هتبقى زي الفل وتحافظي عليها. بس هتهوي، هتفتحي، هتقفلي بس شوية، هتسوي حاجة، هتحطي الغسيل في الغسالة، هتنشريه. بس أكلك هتعمليه، هتبقي منظمة حاجتك في الفريزر موضباه، هتيجي من شغلك هتعملي أكلك على طول، وأكل هيبقى طازة برضه وكويس وكل حاجة. عادي، هيبقى عندك فراغ طول اليوم انك تقعدي تتوضبي، تقعدي مع جوزك، تخرجوا في يوم اجازة تخرجوا كده. والله اللي عاوزة تنظم وتنجح في كله هتنجح، وهتنظم وهتبقى أنجح من أي واحدة. لكن انتوا اللي بتبقوا ضعاف وبتستسلموا. يعني الست المصرية بتستسلم، بتعمل استحالة من الاستسلام. ان انا خلاص، هو انت خلاص جبل. هي انت شوية الترويق اللي بتعملوا، شوية الاكلة دي هدتك مثلا وخلصت عليكي؟ ما خلينا واقعيين. الست بتشتغل بره وجوه وبتنجح بره وجوه، بتيجي على نفسها وبتقول بقى انا جبل، انا صامدة. دي الست الناجحة.
وبتتعود على كده. الست اللي بتاخد على الكسل وتقعد بتريح، بتقعد. والست اللي متعودة على الشغل في البيت وبره البيت والنشاط والحيوية والخروج مش هتقدر، لو قعدتيها هتتعب. في وقت للراحة، لكن مش طول اليوم راحة. مش طول اليوم راحة. الستات بتبقى قاعدة تتكلم في التليفونات وعلى النت، وقاعدة معرفش ايه، قاعدة ماشي، وفي حاجات تافهة، ويتكلموا وينموا على الناس. طب ما انت بدل ما تنمي على الناس تركمي عادية، عادي شوفي بيتك محتاج ايه واعمليه. الوقت اللي بتنمي على الناس روحي ارتاحي بعد ما عملتي بيتك عشان تصحي فايقة. لو انت بتشتغلي شوفي الوقت اللي تنمي على الناس فيه ده، ال6 و7 ساعات دول بيقعدوا ينموا، تكوني خلصتي شغلك وجيتي. صدقوني لازم ان تبقي منتجة، تعملي انتاج جوه بيتك وخارج بيتك. وقتك ده من ذهب. الوقت ده من ذهب، استفيدي بيه. استفيدي بيه بره وجوه، استفيدي بيه. ما تضيعوش هدر كده في كلام ونميمة عن الناس وكسل ووخم وتعب، وتلاقي اليوم عدى ما استفيديش حاجة، والناس تتكلم شوفوا فلانة دي شقتها قرف، شوفوا فلانة دي ما بتغيرش لبسها، شوفوا فلانة تدخلي ريحة بيتها قرف، شوفوا فلانة ايه، شوفي ويقعدوا يتكلموا وينتقدوا. فلانة ما بتعملش أكلة، ولا عملت أكلها ما يتاكلش. أيوه، ده اللي بيحصل وده اللي بنسمعه. ليه ما تبقيش ست ما فيكيش غلطة؟ الناس تقول دي ست ناجحة في كله، دي يا ريت تبقوا زيها. قلدوها. عاوزاكي يا ست مصرية الناس تقلدك، تتعلم منك، تقولي شوفي دي الست المصرية الناجحة، شوفي بيتها، شوفي عيالها، شوفي جوزها، شوفي حياتها ناجحة ازاي، وبتشتغل كمان وايه، وماسكة منصب وي. ليه ما تبقيش كده تشملي كل حاجة؟ ليه دايما واخدين الست المصرية ست البيت اللي ما بتقومش وما بتتحركش، سوري، زي البروتة قاعدة؟ ليه؟ ليه؟ ما تفتكريش كده انك خلاص الواو. لا. وحتى لو من غير راجل، لو انت مش متجوزة، ما كلنا مطلقات وارامل وفي انسات عادي، لكن بينجحوا في بيتهم. بيتك مش بس انك تبقي متجوزة، ماشي، الجواز ده نصيب وقدر، وانك تنجحي فيه او تفشلي فيه برضه قدر، وانك تتجوزي مرة واتنين وعشرة قدر، وانك ما تتجوزيش خاطئ خاطئ خالص ده قدر ومكتوب. انا بقول الست او البنت عموما تبقى ناجحة في بيتها وفي حياتها الاجتماعية وفي حياتها العملية عموما، مش مرتبطة بالجواز بس، تبقى مرتبطة عموما في حياتها. والجواز ده اسمه ونصيب في الأول والآخر، وقدر ومكتوب ونصيب. بس فانت كده كده تبقي ناجحة، اتجوزتي ناجحة، ما اتجوزتيش ناجحة، حصل انفصال ناجحة. كده انت ست ناجحة في بيتك وبره بيتك، ست نظيفة في بيتك وبره بيتك، نظيفة في بيتك وفي أكلك وفي هدومك وفي بيتك نفسه وفي كل حاجة، وفي أخلاقك وفي تعاملك مع الناس، ولو بتشتغلي نضيف ناجحة في شغلك، كل حاجة. ده اللي أنا قصدي أوجهه ليكوا. هي الحاجة مش مقتصرة على حاجة معينة، دي عامة. النجاح شامل كل حاجة، ناجحة في كل حاجة، مش في مجال واحد، مش في البيت بس أو في الشغل بس. انت ناجحة، ناجحة في كله. مش الواحدة اللي بتقعد وكده يبقى خلاص انك لازم تكوني متجوزة، لا. طب ما في كتير ما اتجوزوش، وفي كتير اتجوزوا مرة واتنين وما فيش نصيب، عادي، وناجحة ست برضه ناجحة. النصيب لما بيجي ده النصيب اللي بيجي من عند ربنا. بس فما توقفوش حياتكم يا ستات مصر على حاجة ونقطة معينة وتقفوا عندها. ما تشوفوش الجزء الفاضي من الكوباية، شوفوا الجزء المليان. يعني ما تبصوش الجزء الفاضي بس. يعني دايما الست بتبص الجزء الفاضي، انا يعني اتطلقت، تفضل بقى ماسكه المناديل، انا مطلقه انا مطلقه مطلقه، اقعد اعيط. مطلقه عادي، كتير اوي مطلقات. انت ست ناجحه ونضيفه وحلوه واموره، وبتشتغلي وبتبقى عندك علاقات اجتماعيه، عندك ناس وعندك معارف، وبتخرجي وبتشوفي الدنيا، وعندك بيت وبيتك منظماه ومنضفاه، ست بيت كل حاجه. ليه تبصوا للجانب واحد بس؟ ده اللي انا عاوزاه منكم، وتاخدوه كده كعقيدة في دماغك. انتي ناجحة، دكتور ما تقولي انتي ناجحة هتتنشطي اكتر، هتنجحي اكتر. بس ده اللي انا قصدي عليه. لكن انا مش بعيب في الست المصرية، لا خالص اطلاقا. انا قلت في اول الفيديو الفرق بين الاجنبية والمصرية. الاجنبية بتشتغل وناجحة في شغلها وناجحة في بيتها، فايت نتعلم منهم. احنا نتعلم منهم، طول ما احنا عايشين بنتعلم. التعليم ملوش حدود، ملوش سن. طول ما انت عايش او انت عايشة بتتعلمه. كلنا بنتعلم من الدنيا. الدنيا دي مسرح بنتعلم منه كل حاجة، ونطبق الحلو وما نطبقش الوحش. الوحش ما نعملوش والحلو نعمله. بس ده كل غرضي في الفيديو، ويت المعلومة دي تكون وصلت للكل، ويت الفيديو ده اللي استفاد منه كده يشيره لاصحابه وجيرانه واهله وناسه وحبايبه،
عشان الكل يستفيد والمعلومة تعم على الكل. بس يا ريت يا حبايبي الفيديو ده لو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديو جديد. سلام.